اسم باسل الغامدي، مشرف الخدمات الطبية الطارئة في المركز الطبي الدولي. نرحب فيك ونتشرف بشرح خدماتنا الإسعافية لكم هنا في هذا الملعب إن شاء الله. تحضيراتكم الفردية والإسعافات وما إلى ذلك. التحضيرات الحمد لله متكاملة باحترافية تامة من أخصائيين أطباء طوارئ ودكاترة. عندنا طبعا احنا عيادات الحمد لله حوالين الملعب كامل ومغطينها ومغطين الجماهير والحمد لله. يعني ايش اللي يخوفكم في مباراة الديربي اليوم؟ والله ان شاء الله ما في شيء يخوفنا، لكن التجمهر عشان لا تصير الإصابات، لكن غير كذا ان شاء الله جاهزين وما في خوف مننا. ابرز الاصابات اللي واجهتوها في مباريات سابقه؟ والله اصابات كثيره، في اصابات سقوط، في حالات اغماء، حالات تشنجات، في عندنا جلطات، واجهنا حالات كثيره الحمد لله وتم التعامل معها باحترافيه تامه الحمد لله. بخبرتك كطبيب في الملاعب الرياضيه، نصيحتك للجمهور؟ نصيحة للجمهور دائما يكونون يشربون موية قبل ما يجون الملعب، ودائما يعني يكونون ماكلين، لأنه في ناس كثير عندنا تيجي عندهم هبوط في السكر. وعدم التجمهر، هو التجمهر هي أحد أسباب المشاكل، كل ما يتجمهر يصير فيه سقوط وحالات إغماء وتشنجات. فإن شاء الله يعني الرسالة تكون واضحة للجمهور، وإن شاء الله بالتوفيق للفريقين.